لك لجنة الأندية هتجتمع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم علشان تحدد موضوع لجنة المحترفين. انتوا عارفين انه لجنة الأندية المفروض انها تقعد عشان خاطر الدوري يتحول الى دوري محترفين. اللي احنا مثلا بنسمع عنه موضوع المحترفين ده من سنة 2000 وكم؟ من سنة 2000 وكم يا حاج محمود؟ 2008. صباح الفل يا حاج محمود، اخبار حضرتك ايه؟ والف مبروك على الجنان، ده كل خير يعني. ربنا يخليك. خطوه مش عارف السنه الجايه دلوقتي ان شاء الله من احسن المذيعين الرياضيين في مصر. ربنا يوفقك ويكرمك يا رب. ربنا يخليك يا رب يا حاج محمود، صباحك زي الفل. صباح جميل يا حبيبي. من 2008 واحنا بنتكلم في موضوع التحول من دوري يعني غير يعني تنطبق عليه المواصفات بتاعت المحترفين الى دوري محترفين، وحتى الان وقد بلغنا من العمر عتيه وبقينا في 2016 ولسه ما تحولناش. الحقيقه المحاولات يعني بدات على استحياء في الاول، لكن هي بدات جديه في اول 2012 لما اتعملت بند حاجه اسمها لجنه انديه. اولا على استحياء تمهيدا لعمل الروابط، لان ده كان الحل الوسط، لانه كان ده مخالف للقانون هيئات في وقته يعني. لما جه النهارده، احنا عايز اقول لحضرتك النهارده اخر جواب دي بتاع 26/2 من الاتحاد الدولي كان شديد اللهجه. اتعمل وقت اضافي يعني استثنائي، مهله استثنائيه ل7 اتحادات افريقيه فقط لا غير، والوحيدين اللي ما اعلنوش دوري محترفين منهم مصر، وده يعني حاجه حاجه غريبه جدا، صعبه جدا. يعني مش عايز اقول لك، لو قلت لك الدول اللي معانا ليبيا ومعانا اريتريا ومعانا الصومال وكده يعني في غينيا لكن طبعا لا معلش انا يا حاج محمود قول لي كده. والله احنا معانا مين يا فندم؟ ال7 اللي حصل لهم استثناءات. 7 اريتريا، مصر، الصومال، اريتريا، رواندا، بروندي، مش عارف 7 تقريبا، مش مستحضرها هذا المتوفى. طبعا ده كان كله سببه الاساسي كان حاجه واحده بس، ان تتحط في لائحه النظام الاساسي. وانا من اول ما بدات يا جماعه لائحه النظام الاساسي محتاجه تغيير، لم تكن هناك رغبه ولا جديه جوه الاتحاد المصري لكره القدم ومجلس ادارته ان هو يعمل بصمه للعالم، لغايه ما جه في اخر لحظه بقى اختلط الحال بالنابل واقترب بالوقت، فتحدد الميعاد دلوقتي 2/4 1 و2 و4 اللي جاي، ده اللي اعتبره ان هو محتاج، واختزلوا الموضوع كله في شروط الترشيح وسابوا المواد الاساسيه الخاصه بتراخيص الانديه ورابطه الدوري المحترفين اللي هي واقفه عائق. والخناقه اللي انت كنت حضرتك سامعها من قالنا 2 3 لا دي توصيات، لا دي لجان، دي حقوق، ده دي واجبات، دي لجنه الاتحاد، لا ده اجتماع في الاتحاد، ده مالهاش حيثيات وهذا الاساس. ولما جه اللائحه تتعمل ما حدش مهتم، واخر ميعاد للطلبات ال 25 واعتقد النهارده قاعدين مش عارف قاعدين ليه اصلا، ومفيش اي جدول اعمال ولا في اي حاجه. كلنا طالبوا يعني الحقيقه الانديه كلها. انا بدات والله يا ابراهيم ميعاد الانديه كلها كصفه مشرف على الفروع وانا رئيس لجنه الفروع. بدانا حاج محمود لو انت بس تدينيش واحده وتسيبني كده وتسيبني في وسط الطريق. حضرتك بتقول لي جدول اعمال من غير ما يعملوا جدول اعمال من غير ما يعملوا. حضرتك يا فندم عضو، حضرتك عضو في لجنه الانديه، حضرتك ممثل للاتحاد المصري في لجنه الانديه. بقالنا 8 شهور 7 شهور ما اجتمعناش. 7 شهور صحيح، 7 شهور من ساعه موضوع امبي. بالظبط، برافو عليك. دخلنا بقى في انتخابات المجلس الشعب ودخلنا وما اجتمعناش، وصعب الموقف، صعب. نتمنى من ساعه هو انتهت تم القضاء على لجنه الانديه او الرابطه في حد ذاتها، بعد ما اعلن ان الحقوق فرديه وان كل نادي ياخد حقه منفرد ويتعاقد منفرد. هذا القرار منافي تماما لفكره الرابطه نفسها. طيب عندي سؤالين. هو المفروض ان النهارده الاجتماع ده اللي حضرتك بتقول انه نعلن رابطه المحترفين. طيب المفروض ان احنا في الاجتماع ده هنتحول بقى علشان خاطر نبقى رابطه محترفين، صح كده؟ بالظبط. طيب هم الشروط اللي طالباها مننا الكاف ايه؟ يعني ايه المطلوب مننا عشان نتحول احنا كدوري مصري نتحول لدوري محترفين؟ هي حاجه واحده بس. ايه هي؟ لائحه النظام الاساسي. لائحه النظام الاساسي اللي تابعه للاتحاد ولا لائحه النظام الاساسي للاتحاد المصري لكره القدم؟ مش فاهم حاجه. احنا عملنا ملفات بتاعت المعايير الخمسه بتاع الرخص، واصبح الانديه الدوري ملتزمه فيهم. اسوان الوافد الجديد والانتاج الحربي انت عارف، والمحله قبل كده كانوا موجودين، فملفاتهم موجوده. عملنا تحديث للملفات بس بتاع المعايير الجديده. واصبح قدامنا كل اللي عندنا ان احنا ندخل ان شاء الله اللائحه بتاعت التسرع، تبعت صوره منها
الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لاعتمادها. بس كده؟ ثم تيجي لجنه قبل 30/6 من الاتحاد الافريقي. ده ما فيش بقى الموضوع اللي كانوا شارطين عليه قبل كده انه لازم نتحول الى شركات خاصه وانه يتم الفصل ما بين الاداره وما بين المرحله الاولى كره القدم لها حساب منفصل. احنا فصلنا الحسابات كلها. يعني دلوقتي تقدر تقول ايه مصاريف كره القدم في النادي الاهلي عندي ورقه بيها لوحدها منفصله. نفس الكلام بالنسبه للزمالك من غير ما يتحولوا الى شركات. من غير ما يتحولوا الى شركات. طب هم كده حصل تغيير صح؟ ما هو دي حاجه استثنائيه. ما اسمها رخصه مؤقته. رخصه مؤقته. بالظبط. مدرس فرنساوي لحد ما يجي مدرس فرنساوي. عشان الوقت بالنسبه لنا ما اول ما قانون الرياضه زي ما خريطه الطريق قالت في شهر 9 بس لما يجي قانون الرياضه هيساعدنا تماما لتحويل الشركات بقى. انت عملت اللي عليك، الواجب اللي عليك، انت وصلت الحساب، انت كل اللي عايزه لكن تحط الاليه اللي تنقل هذا الموضوع لشركه رياضيه. وان كان في مخاطره دلوقتي انك انت يعني في جانب ممكن تعمله انك انت تروح طبعا استثمار وتعمل يعني اللي عندها جمعيه عموميات وعندها الكلام ده محتاجه طبعا يبقى في تداخل ويبقى مخالف للقانون. ساعتها تقف تعمل الواجب الاولاني والثاني. فلازم انت تستنى القانون الرياضي يطلع عشان التحويل يبقى سهل، عشان العلاقه يبقى بين النادي وبين الشركه يبقى منصوص عليها في القانون. طيب اللائحه بتاعت التنفيذيه. اسالك في سؤال بالنسبه لماتش مصر ونيجيريا، احنا المفروض ان احنا عندنا 10,000 متفرج وبعدين قلنا نزودهم ل 20-25,000. ايه اللي حصل بقى وليه الامن ما وافقش؟ حتى الان ما فيش موافقه الحقيقه. الحقيقه احنا النهارده امبارح كان في اجتماع كان المفروض احضره. الحقيقه كان حضر ظروف ما سافرتش اسكندريه. حضروا المفروض انا ماسك اللجنه المنظمه بتاع المباراه ومعايا كابتن عامر حسين طبعا رئيس منطقه اسكندريه هو مدير البطوله. هو تبع اللي نادر. عايز اقول لك ان اللي نادر يعني من الشخصيات اللي شايله نص الدوري. الناس اللي هي بصراحه معانا الحقيقه ايوه وبعدين واخد الماتشات كلها عنده في اسكندريه يا عيني. الاهلي في طلب النهارده كمان من كتر حرصه. النادي المصري مقدم طلب امبارح بيقول لك لاول مره انه عايز يلعب مباريات ويتنقل من الاسماعيليه يلعب في استاد برج العرب ويدفع كافه المصاريف الخاصه بيه. والموضوع ده معروض في لجنه المسابقات ولسه بيندرس من خلال المعاليد ثروت حتى يعني الحركه كمان اللي عملها امبارح اول امبارح في ماتش الاهلي الطرفيه بيطلع بنفسه يقف عند البوابات ويرد الجماهير اللي كانت تحتشد من عند البوابات. يعني ده مش من القاهره خلاص. حاج محمود انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو في الموضوع بتاع الجمهور. انا بخيل حضرتك الحقيقه على حنفيته وعلى التزامه الحقيقه. لكن هو شايف انه انا الامن اللي عندي والرجاله اللي عندي مش هاخد في الفتره الحاليه الا 10. فعايزين تجيبوا قوات اضافيه عايزين تعملوا ده موضوع تاني. لكن حتى الان الموافقه 10 و1500 دعوه. هذا هو المتاح وافق عليه. واحنا اعتدنا دايما من سياده اللواء نادر ان هو والجميع يعني العاملين في مديريه امن الاسكندريه باحتضار بكل الناس المحترمه اللي موجوده من مباحث الامن المركزي يعني دائما بيقفوا معانا وبيساعدونا يعني. لكن لازم برضه احنا برضه ما نضغطش عليهم عشان نحافظ على الناس ونحافظ على كل الناس. يبقى في التزام بالعدد. حتى الان قدام الناس لن يتم طبع الا 10,000 تذكره و1500 دعوه. وجالي النهارده في اجتماع النهارده مع عميد ثروت عشان نشوف ايه تداعيات هذا القرار اللي حط امبارح ان شاء الله. الساعه دلوقتي 10:30. ايوه. حضرتك هتحضر اجتماع لجنه الانديه ولا لا؟ والله ما خدتش قرار لسه والله. يعني انا فوجئت من يومين في المواقع بهجوم شديد عليا من مش عارف منصور من غير سبب. انا كل اللي حصل الماتش بتاع اللي فات ده انا فوجئت ان احنا اتحاد مصر لكرة القدم وبعتنا جواب رسمي للاتحاد الافريقي والاتحاد اعتمدوا بان مباراه ال 32 وال 16 بدون جمهور اولا واحدا الاربع انديه. كانت الموافقه من الاتحاد الافريقي. اي تحرك بعد كده احنا المسؤول عندنا لجنه المسابقات الاتحاد الافريقي وليس الاتحاد المصري وليس المدير التنفيذي ولا مالناش علاقه بالموضوع. انتوا مالكم انتوا؟ هو انتوا اللي بتديروا الكف. بعدين خطوره ان اي نادي من دول يشتكي وعنده عندنا دخلنا في مشكله احنا فينا. والتحرك ده لازم يكون تحرك مسبق يعني في اسبوعين فرق الماتشين. لكن لما يجي لك جواب الماتش ب 48 ساعه بان الامن وافق على 10,000 متفرج. طيب حضرتك مش عايز تحضر عشان خاطر ما يحصلش صدام ما بينك وبين بالعكس يعني. لا انا رئيس الزمالك. انا رئيس الزمالك رئيس لجنه الانديه وانا الحمد لله يعني خلال الثلاث سنين لنا مواقف كتير جدا وتربطنا علاقه. لكن انا هروح طبعا مش خايف يعني
لا انا عارف انك ما بتخافش. لا انت عارف انا رايح ان شاء الله باذن الله. طيب هو الاجتماع الساعه كام؟ الساعه 3. الساعه 3. كل تمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. الحاج محمود صباحك زي القشطه. صباحك يا حبيبي، ربنا يوفقك. اشكرك شكرا جزيلا.